التحية أعزائي المشاهدين من أسرة التلفزيون العماني بمسقط، ونتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة مع كل ما يقدم على الشاشة الصغيرة. معكم من الآن وحتى 9 بمشيئة الله تعالى الزميل سعود بن حمود القصابي من أسرة المخرجين، ومن أسرة المذيعين نشوى عبد المنعم. والآن نقدم لحضراتكم عددا جديدا من أعداد مجلتكم الأسبوعية المجلة الرياضية، ومع زميل يعقوب يوسف والمخرج راشد الرسبي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج المجلة الرياضية. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب وراعي الحركة الرياضية الأول في البلاد، فأمر جلالته باستمرار صرف راتب كامل لأسرة المرحوم علي ناصر السليماني مدير الفريق القومي لكرة القدم ونجم نادي فنجة والمنتخب القومي، والذي وافته المنية إثر نوبة قلبية. وجاءت هذه المكرمة السامية تقديرا لجهود هذا اللاعب الذي أخلص لناديه وللمنتخب القومي للدرجة التي تجعله من أبرز العناصر التي شهدتها الساحة الرياضية على مدار السنوات الماضية. شارك علي ناصر بفوز ناديه فنجاء ببطولة الدوري والكاس عدة مرات، وشارك في بطولة الخليج العربي أكثر من مرة. ولما جاء الوقت ليتخذ فيه علي ناصر قرار الاعتزال، طالبه المسؤولون عن المنتخب بالعودة ليشارك زملائه في دورة الخليج السابعة التي أقيمت على أرض السلطنة، فلبى النداء مخلصا دون تردد، ووضع له المدرب برنامجا خاصا للتدريب بعد فترة طويلة ترك خلالها اللعب، ولكنه سرعان ما عاد علي ناصر إلى سابق عهده، بل تفوق على زملائه الذين يصغرونه سنا. وعلي ناصر يبلغ من العمر 33 عاما، وقد كان دافعه الأول هو الولاء والإخلاص، فاكتسب احترام الجميع من مسؤولين عن جهاز الرياضة إلى لاعبين في كل أندية السلطنة الرياضية وجمهوره الوفي. بدأ علي ناصر اللعب في نادي فنجة، ثم اختير للعب في المنتخب القومي، وشارك في كل دورات الخليج منذ أن شاركت السلطنة لأول مرة في الدورة الثالثة بالكويت، ولم يشترك في الدورة السادسة، هذا إلى جانب المباريات الودية التي يجريها المنتخب سواء في داخل السلطنة أو خارجها. وأخيرا تم تعيين علي ناصر مديرا للمنتخب القومي الأول، لما له من خبرة طويلة ولما يتمتع به من حب واحترام في نفوس زملائه الذين اندفعوا نحوه بكل التقدير والوفاء. لقد كان رحمه الله نموذجا للرياضي الشريف،
فلم يعترض على حكم في مباراة ولم يبدر منه أي سلوك مشين لإيمانه بأن الرياضة أولا وأخيرا وسيلة للتربية. توصل لمنتخب سلطنة عمان، فاول لمنتخب سلطنة عمان. محمد جمعة داخل خط الله براسه. 3 مهاجمين 4 مهاجمين منتخب عمان، لكن مسكرين عليهم 4 مدافعين ايضا منتخب العراق. ما عارفين يلا شباب. علي ناصر، علي كابتن حارس المرمى. تصرف سليم يا علي، تصرف سليم يا علي. أصدر معالي يحيى بن محفوظ المنذري وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة الأولمبية العمانية، وقد قضى القرار بتعيين سعادة حماد بن حمد الغافري رئيسا، وعبد الله بن حمد آل علي نائبا، وصالح بن خليفة الخصيبي سكرتيرا، وزياد بن طالب المعولي أمينا للصندوق، والعقيد يوسف بن صنقور بن سعيد، والرائد محمد بن بارك البوسعيدي، وموسى بن محمد الوهيبي، وعلي بن عبد الله بازنبور أعضاء. تصدر نادي النصر قائمة الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في الأسبوع الثالث للدوري، وإلى حضراتكم ترتيب الفرق حتى يوم أمس الثلاثاء. النصر لعب 4 مباريات، فوز 3، تعادل مباراة واحدة، خسارة لا شيء، له 10 عليه 2، النقط 7، الترتيب الأول. عمان لعب 4 مباريات، فوز 3، تعادل 1، خسارة لا شيء، له 7 عليه 2، له 7 نقاط، الترتيب الثاني. ظفار لعب 3 مباريات، فوز 3 مباريات، تعادل لا شيء، خسارة لا شيء، له 5 أهداف، عليه هدف واحد، له 6 نقاط، الترتيب الثالث. الأهلي لعب 3 مباريات، فوز مباراتين، تعادل لا شيء، خسارة مباراة واحدة، له 5 أهداف، عليه هدفين، له 4 نقاط، الترتيب الرابع. صور لعب 3 مباريات، فوز مباراة واحدة، تعادل مباراة واحدة، خسارة مباراة واحدة، له 3 أهداف، عليه 4 أهداف، له 3 نقاط، الترتيب الخامس. الاتحاد لعب 4 مباريات، فوز مباراة واحدة، تعادل لا شيء، خسارة 3 مباريات، له 4 أهداف، عليه 4 أهداف، له نقطتين، الترتيب السادس. المصنعة لعب 3 مباريات، فوز مباراة واحدة، تعادل لا شيء، خسارة مباراتين، له هدفين، عليه 6، له نقطتين، الترتيب السابع. سداب لعب 4 مباريات، فوز مباراة واحدة، تعادل لا شيء، خسارة مباراة واحدة، له نقطة واحدة، له هدف واحد عليه 7 أهداف، له نقطتين، الترتيب الثامن. فنجة لعب مباراة واحدة، فوز لا شيء، تعادل مباراة واحدة، خسارة لا شيء، له هدف واحد، عليه هدف واحد، له نقطة واحدة، الترتيب التاسع. الطليعة لعب مباراتين، فوز لا شيء، تعادل لا شيء، خسارة مباراتين، له لا شيء، عليه هدفين، ليس له نقاط، الترتيب العاشر. روي لعب 3 مباريات، فوز لا شيء، تعادل لا شيء، خسارة 3 مباريات، له هدف واحد، عليه 8، ليس له أي نقطة، الترتيب الحادي عشر. ونقدم لحضراتكم الآن أعزائي المشاهدين هذه اللقطات من مباراة النصر مع روي التي جرت في صلالة على ملعب نادي النصر يوم الاثنين، والتي أسفرت عن فوز النصر ب3 أهداف مقابل لا شيء لروي. سجل أهداف النصر 3 صالح علي سعيد هدفين، وحمتوت جمعان هدف واحد. وفي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم يتصدر فريق الهلال قائمة الدوري، وإليكم ترتيب الفرق حتى يوم أمس الثلاثاء.
الهلال لعب 3 مباريات، فوز 3 مباريات، تعادل لا شيء، خسارة لا شيء، له 10 أهداف، عليه هدفين، له 6 نقاط، الترتيب الأول. السيب لعب 4 مباريات، فوز 3، تعادل لا شيء، خسارة مباراة واحدة، له 9 أهداف، عليه 5، له 6 نقاط، الترتيب الثاني. العروبة لعب 3 مباريات، فوز 3 مباريات، تعادل لا شيء، خسارة لا شيء، له 6 أهداف، عليه هدفين، له 6 نقاط، الترتيب الثالث. السويق لعب مباراتين، فوز مباراتين، تعادل لا شيء، خسارة لا شيء، له نقطتين، عليه لا شيء، له 4 نقاط، الترتيب الرابع. عبري لعب مباراتين، فوز مباراة واحدة، تعادل مباراة واحدة، خسارة لا شيء، له 4 أهداف، عليه لا شيء، له 3 نقاط، الترتيب الخامس. مطرح لعب مباراتين، فوز لا شيء، تعادل مباراتين، خسارة لا شيء، له هدف واحد، عليه هدف واحد، له نقطتين، الترتيب السادس. صحار لعب 4 مباريات، فوز مباراة واحدة، تعادل لا شيء، خسارة 3 مباريات، له 5 أهداف، عليه 7 أهداف، له نقطتين، الترتيب السابع. نزوة لعب 3 مباريات، فوز لا شيء، تعادل مباراة واحدة، خسارة مباراتين، له هدف واحد، عليه 6، له نقطة واحدة، الترتيب الثامن. مرباط لعب 3 مباريات، فوز لا شيء، تعادل لا شيء، خسارة 3 مباريات، له 3 أهداف، عليه 10، ليس له نقاط، الترتيب التاسع. سمائل لعب 4 مباريات، فوز لا شيء، تعادل لا شيء، خسارة 4 مباريات، له 3 أهداف، عليه 11 هدف، ليس له نقاط، الترتيب العاشر. ونشاهد الآن أعزائي المشاهدين هذه اللقطات بين مباراة الهلال وسمائل، والتي أقيمت على ملعب ظفار بالمنطقة الجنوبية. أسفرت المباراة بفوز الهلال بهدفين مقابل لا شيء لسمائل. سجل هدفي الهلال اللاعب محمد عيسى وسالم جديد. وفي دوري منطقة العاصمة لكرة اليد يحتل نادي عمان المركز الأول في الأسبوع السادس للدوري، ومن المقرر أن تنتهي البطولة غدا الخميس، حيث سيتقابل عمان والأهلي أما اليوم فمن المقرر أن يلعب روي والسيب. بدأت البطولة يوم 1 ديسمبر 84 وشاركت فيها 7 أندية، وإليكم موقف الفرق حتى يوم أمس الثلاثاء. عمان لعب 5 مباريات، فوز 5 مباريات، تعادل لا شيء، هزيمة لا شيء، له 128، عليه 39، له 10 نقاط، الترتيب الأول. السيب لعب 5، فوز 4، تعادل لا شيء، هزيمة واحدة، له 141 هدف، عليه 64، له 8 نقاط، الترتيب الثاني. قريات لعب 6، فوز 4، تعادل لا شيء، هزيمة 2، له 100، عليه 85، له 8 نقاط، الترتيب الثالث. الأهلي لعب 5 مباريات، فوز 3، تعادل لا شيء، هزيمة 2، له 68، عليه 65، له 6 نقاط، الترتيب الرابع. سداب لعب 6، فوز مباراة واحدة، تعادل مباراة واحدة، هزيمة 4، له 50، عليه 102، له 3 نقاط، الترتيب الخامس. روي لعب 4، فوز لا شيء، تعادل واحدة، خسارة 3، له 31، عليه 52، له نقطة واحدة، الترتيب السادس.